لاعب قصتنا النهاردة هو جادون سانشو. اللاعب ده من ساعة ما انتقل لمانشستر يونايتد الكل بيقولك ده مشروع فاشل وملوش أي 30 لازمة، واللاعب ده مش هيستمر كتير، يعني مسيرته من الآخر مش كويسة خالص. بس الراجل اللي الناس كتير قالت عليه ده هو الريتم بتاع الدوري الألماني كان بطيء والفرق سهلة، فكان متألق مع دورتموند. حب أقولك إن هو مع دورتموند في مباراة في دوري الأبطال، مباراة باريس سان جيرمان، المباراة عمل فيها 12 مراوغة نجح في مباراة واحدة. فده رقم كبير وده رقم كويس جدا. وعلى فكرة هي المشكلة كلها متعلقة بمانشستر يونايتد، لأن الراجل ده في الدوري الألماني لعب 116 مباراة، سجل 40 هدف وصنع 46 هدف. فالفكرة كلها إنه فعلا لاعب ممتاز، بس بيئة مانشستر يونايتد مش كويسة لكل اللعيبة، زي كريستيانو رونالدو، كافاني. في لعيبة كتير فعلا راحت مانشستر يونايتد وفشلت، تخرج لأندية تانية بتنجح. فأصلا سانشو كان في دورتموند متألق، بعد ما جه مانشستر يونايتد ما قدمش أي حاجة. بس الفكرة كلها إن جادون سانشو شارك مع مانشستر يونايتد في 58 مباراة، سجل 9 وصنع 6. فالإحصائية دي غريبة جدا، ازاي راجل مسجل 40 هدف وصانع 46 في 116 مباراة يروح الدوري الانجليزي يحصل فيه كده وما يعرفش يتأقلم ويبقى دكة في مباريات كتير؟ فالفعل يعني فعلا الأمر ده غريب جدا. في دوري الأبطال شارك مع مانشستر يونايتد، دورتموند، مشارك في 26 مباراة، سجل 7 صنع 6. فهو فعلا لاعب ممتاز، هو لاعب ممتاز جدا. بس فعلا بيئة مانشستر يونايتد بيئة مش كويسة لكل اللاعبين، يعني في حالة من الذعر جوه النادي، فيش استقرار. شوية ده أساسي شوية ده احتياطي، فاللاعب معرفش ياخد مساحته خالص في النادي، فطلع إعارة لدورتموند وبدأ يعمل اللي كان بيعمله في فترته الأولى مع دورتموند. على فكرة جادون سانشو كان لاعب في ناشئين مانشستر سيتي ولعب في مانشستر سيتي. فالفكرة كلها ان هو لاعب فعلا موهوب ولاعب فعلا يستحق ان انت تقيمه تاني، حتى لو قيمت فترته مع مانشستر يونايتد انها وحشة ومش كويسة. فافتكر ان الراجل ده فعلا عامل ارقام مع دورتموند ما تصدقش، فعلا ارقامه مرعبة. بس الفكرة كلها هو محتاج يعني مناخ كويس في الفريق، محتاج حد يساعده. لكن الأمور في مانشستر يونايتد مش مساعدة أي لاعب على التألق.